مساء الفل واهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم احمد الحديدي. لو كنت متضايق من قله الحاجات اللي انت بتحققها خلال اليوم او خلال حياتك عموما، حاسس ان انت ليلك زي نهارك، تبقى مش عايز تصحى الصبح، بتروح الشغل بتبقى مستني علشان تروح تقعد تتفرج على التلفزيون لحد ما تنام، وبعد كده تصحى تروح الشغل تاني وتفضل مستني الويك اند بفارغ الصبر. الحقيقه انا مريت بالمرحله دي في 2019 وكانت اسوأ مرحله في حياتي. المرحله دي انا ما كنتش عايز اروح الشغل، كنت كاره الشغل، كنت حاسس ان انا ما بحققش اي حاجه في حياتي، كنت حاسس ان انا غير راضي تماما عن حياتي، يعني كنت حاسس ان مفيش مغزى اصلا للحياه بتاعتي. في خلال 2019 انا حولت حياتي 180 درجه. اولا كنت اوت اوف شيب او ما كنتش شكل جسمي كويس، كان شغلي زي الزفت، الاوتبوت بتاعي زي الزفت. كنت نفسي ان انا اذاكر حاجات كتيره ما كنتش عارف اذاكرها، كنت نفسي ان انا اشتغل حاجات عايز اشتغل عليها ما كنتش عندي نفس ان انا اشتغلها. ولكن الحمد لله في 2020 انا حولت كل ده 180 درجه، وفي الفيديو ده انا بحاول اوصل لك انا عملت ايه علشان خاطر احول حياتي بالشكل ده. اولا اجتماعيا حياتي كانت بايظه، لان انا كنت منفصل انفصال رسمي، خسرت كل فلوسي، دي كانت اول حاجه. ثاني حاجه انا كنت في بلد غريبه بعيد عن اهلي، البلد دي كنت لسه جاي فيها اول سنه، ما كنتش اعرف اي حد، ما كانش في اي حد احكي له. كمان موضوع الفلوس انا كنت مزنوق هنا، وكمان خسرت كل فلوسي في بلدي تقريبا، كانت كل حاجه مقفله، مفيش حد ان انا ارجع له مثلا ان انا اخد منه فلوس، مفيش حد ارجع له حتى ان انا احكي له علشان خاطر ان هو يديني حتى دعم معنوي. فكانت الدنيا مقفله في وشي من كل ناحيه. الملاذ الوحيد اللي كنت بلجأ له هو الجيم، ده المكان الوحيد اللي كنت بحاول اطلع طاقتي فيه. كنت بروح الجيم اتمرن اروح انام، حتى كان اكلي زي الزفت، كنت بروح من الجيم باكل فاست فود، باكل اي حاجه بلاقيها، فكان جسمي مش مظبوط، كان عندي نسبه دهون كتيره وما كنتش راضي عن جسمي تماما، لان انا طول عمري كنت محافظ على جسمي وعن 6 ابس وكده، فكان الوضع بصراحه مش كويس خالص. فانا الحقيقه بحمد ربنا ان انا لقيت الجيم قبل ما ادخل في المرحله دي. في نفس الوقت كنت بتفرج على يوتيوب فيديوز او فيديوهات يوتيوب وبودكاست وكده، كانت الحاجات دي كلها بتخلي ليا ونس، يعني كان في حد ان انا بسمعه بيتكلم. احيانا في ناس بتعدي بحاجات اسوأ بكتير من اللي انت عديت بيها فبيهون عليك شويه. كنت كل ما اتفرج على فيديوهات يوتيوب او بسمع بودكاست كان الموضوع بيهون عليا شويه بجانب الجيم. الحقيقه الفتره دي كانت اكتر فتره انا كنت عايز انتقم فيها، كنت عايز انتقم من اللي ظلمني، كنت عايز انتقم من اللي سرق فلوسي. لقيت نفسي داخل في مرحله ان انا عايز انتقم بجد من اللي عمل فيها كده. فكنت بسمع بودكاست لاندرو تيت، وقال حاجه، عارف لما حد يقول حاجه وتنور في دماغك او حاجه تقول يعني الكلام ده صح، انا فعلا المفروض ما اعملش اللي انا بعمله ده. قال لك تحمل المسؤوليه حتى لو حد جه عليك، يعني حتى لو حد ظلمك ما تلعبش دور الضحيه، ما تخليش دماغك تروح لدور الضحيه. ما ينفعش ان انت حتى لو انت اتظلمت تروح لدور الضحيه والدنيا جايه عليا وما اعرفش ايه، لا، اتحمل المسؤوليه وقول ان انت اتضحك عليك علشان انت ما كنتش واعي كفايه. اتحمل المسؤوليه باي شكل. انت لو اتظلمت، اتسرق منك فلوس، حصل لك اي حاجه وحشه في حياتك، اتحمل مسؤوليتها، لان دور الضحيه مش هيفيدك باي حاجه. هتفضل محبط وهتفضل ما عندكش طاقه ولا عندك اي استعداد ان انت تعمل اي حاجه في حياتك، فلعب دور الضحيه مش هيفيدك. فانا قررت ان انا اخد اكشن، واول حاجه قررت ان انا اعملها ان انا اغير شكل جسمي. انا كنت عايز ارجع لنفس نسبه الدهون اللي كانت عندي قبل كده. انا ما كنتش راضي نهائي على شكل جسمي، وكنت عارف ان انا اول خطوه المفروض اعملها علشان ابدا اشتغل على الاهداف بتاعتي ان انا اغير شكل جسمي. انا كنت عايز اوصل لمرحله ان انا ابقى بحترم نفسي، مش احب نفسي، احترم نفسي، ادي لنفسي تارجتس او ادي لنفسي حاجات معينه اقول انا هحققها واحققها فعلا. فقررت ان انا انظف اكلي، لان انا كده كنت بروح الجيم، كنت بتمرن زي ما انا قلت ممكن 7 ايام في الاسبوع. فقررت ان انا انظف اكلي، لان مشكلتي الكبيره كانت في الاكل. كنت بخلص جيم واروح اطلب برجر من ماك ولا فايف جايز، وكنت عك جامد في الاكل اللي انا كنت باكله كان فيه صوديوم كتير. الصوديوم بجانب ان هو بيعمل لك ووتر ريتنشن او حبس ميه، بيخلي وشك منفوخ، كان وشي منفخ، مناخيري منفخه، صوابعي منفخه، كنت حاسس دايما ان انا تقيل، بصحى تعبان، بيبقى عندي وخم خلال اليوم، بنام بصعوبه، بنام بشخر. فكانت الحاجات دي كلها تعباني. علاوه على كده الاكل اللي بيبقى فيه صوديوم كتير ممكن على المدى البعيد يعمل حصوات في الكلى، يعمل جلطات، لانك بيبقى ضغط الدم عندك عالي طول الوقت. فبدات ان انا انظف الاكل، بدات اكل حاجات بقى نظيفه، فراخ ورز وبيف وسالمون واكل نظيف. بالنسبه لموضوع التمرين قلت ان انا هتمرن 6 ايام في الاسبوع وهريح يوم، وفي خلال اليوم ده هدي لنفسي زي ريورد كده، اخد وجبه مثلا تشيت ميل بحيث ان انا اعمل ريفيد. طب اروح 6 ايام في الاسبوع مهما حصل، بعد ما اخلص تمرين في 30 دقيقه كارديو بلعبها مهما حصل. الوجبات بتاعتي خلال اليوم بتبقى ثابته، انا عارف انا هاكل ايه، مهما جالي عزومات، مهما صحابي جابوا اكل في الشغل، الكلام ده كله ممنوع. كنت ملتزم وكنت داخل في مود اسمه المونك مود، هكلمكم عنه كمان شويه ايه هو المونك مود. السبب اللي خلاني احط الجيم او ان انت تلتزم بتمارين معينه وهو ان انت تبقى راضي عن شكلك. لما بتبقى راضي عن شكلك عموما بيبقى نفسيتك كويسه. تاني حاجه والاهم ان انت تبني ديسيبلين او تبني عاده
الالتزام. الجيم بيخليك ملتزم، بيخليك ان انت تهذب نفسك، بيبقى عندك مواعيد معينه تصحى فيها، مواعيد معينه تنام فيها، مواعيد معينه تاخد فيها الوجبات. فالالتزام اللي انت بتطوره لما بتيجي تروح الجيم وكده بينطبق على الحاجات التانية، سواء انت كنت بتذاكر حاجات معينه، سواء كنت بتشتغل على حاجات معينه. ده اللي حصل معايا شخصيا، ان انا الالتزام اللي كنت بلتزمه في الجيم كان بينطبق على الحاجات التانية. وعلى فكره مش لازم تروح الجيم تحديدا، يعني ممكن تنزل مثلا تتمرن سباحه، يبقى انت عندك وقت معين كل يوم مثلا، او يوم ويوم بتروح فيه تتمرن سباحه، او وقت معين كل يوم بتنزل تجري مثلا 40 دقيقه. علاوه على موضوع رضاك عن شكلك والالتزام اللي انت هتنميه، موضوع ان انت هيبقى عندك طاقه كمان، دي مهمه جدا. يعني لما بتاكل اكل غير صحي، اولا بتنام نوم غير صحي، بتصحى تعبان، بيبقى عندك وخم خلال اليوم، بيبقى ما عندكش طاقه عموما خلال اليوم. لما في ناس كتيره بيبقى عندها مشكله في موضوع انها تنظف اكلها وانها تاكل اكل صحي. خلينا نتكلم بصراحه، انت لما بتيجي تاخد مثلا برجر او تاخد اي وجبه غير صحيه، يعني انت بتستمتع بالوجبه دي لمده قد ايه؟ بتستمتع تقريبا مده 20 30 دقيقه، وبعد كده بتندم ان انت اكلت الوجبه دي. وعلى اللونج تيرم او على المدى البعيد ايه اللي بيحصل؟ بتزيد دهون، بالدهون بتنزل في كرشك وبتنزل في فخادك، تلاقي نفسك ما بتحققش حاجه. السعاده اللي انت بتاخدها بس لمده 20 30 دقيقه. فحاول تفكر من المنطلق ده لما تيجي على وشك ان انت تاكل برجر مثلا بعد ما بتتمرن او حاجه. مفيش مشكله، ادي لنفسك ريورد او ادي لنفسك مكافاه في خلال يوم مثلا في الاسبوع ان انت تاكل تشيت ميل، بس ما ينفعش ان دي تكون العاده بتاعتك. فيا صديقي انا شايف ان دي اول خطوه المفروض تاخدها. خليني افكرك بحاجه انا قلتها في اول فيديو، مفيش حد هيجي ينقذك، انت الوحيد اللي هتنقذ نفسك. لا ابوك ولا امك ولا اخواتك ولا اي حد هيقدر ينقذك، لان كل واحد ملهي في عياله، ملهي في الشغل بتاعه، مفيش حد فايق لك. فالوحيد اللي هيقدر ينقذك هو انت. لازم تحط ده في دماغك كويس. لو انت اقتنعت بكده هتلاقي نفسك مفيش حد حواليك ينقذك غيرك، فانت لازم تعمل حاجه. فخلاص موضوع الجيم حطيناه على جنب، او اي تمارين عموما رياضيه، مش لازم الجيم. ندخل بقى على الخطوه اللي بعد كده. اسال نفسك سؤال، انت عايز ايه؟ ايه هدفك؟ يعني انت ايه اللي انت عايز توصل له عموما في الحياه؟ عايز تدرس ايه؟ عايز تشتغل ايه؟ او ايه اللي مضايقك في حياتك بالظبط ومعكنن عليك؟ خليك صريح مع نفسك وحدد بالظبط انت عايز ايه، مش الناس عايزه ايه. المثال ده بينطبق على اي حاجه، سواء كنت عايز تشتغل شغل معين، سواء كنت عايز تدرس حاجه معينه انت عايز تدرسها. ولكن خلينا ناخد مثال ان انت عايز تخس مثلا دهون وتعمل جسم كويس. فخلينا مثلا نتخيل ان انت عندك نسبه دهون مثلا 30%، وانت عايز توصل لمرحله ان انت يبقى عندك 6 ابس. فكره ان انت يبقى عندك 6 ابس ده هدف كويس، ولكن لما بتحط الهدف قدامك بيبقى الموضوع محبط احيانا. لما تيجي تبص على جسمك دلوقتي هتلاقي نفسك عندك دهون كتير، فاحيانا ممكن تحبط. فما ينفعش ان انت عايز اوصل لل6 ابس على طول، لا فكر الاول احنا محتاجين علشان نوصل لل6 ابس دي المفروض نعمل ايه؟ المفروض نظبط الدايت بتاعنا، والمفروض نتمرن. عشان نظبط الدايت بتاعنا المفروض نعمل ايه؟ المفروض ان احنا نعمل عجز سعرات حراريه. فالمفروض ان انت تاخد 2000 سعر حراري مثلا في اليوم، اللي انت المفروض كل يوم تاخد 2000 سعر حراري، بحيث ان انت تعمل ديفيسيت او عجز سعرات مثلا 200 سعر حراري او 300 سعر حراري يوميا. لازم تحط في دماغك، مش باصص على ال6 ابس، بص على ان انت الهدف بتاعك يوميا ان انت تاكل عدد وجبات معينه، بس على مدار الاسبوع انت المفروض تكون عامل عجز مثلا 1400 سعر حراري. فانت دلوقتي عندك مايلستون يوميه ان انت تاكل 2000 سعر، وخلال الاسبوع عندك مايلستون ثانيه ان انت تبقى عامل عجز 1400. في خلال الشهر اضرب ال 1400 مثلا في 4، وخلال السنه مثلا تكون عامل مايلستون ثانيه، مثلا انت تكون خسيت كام مثلا في المية بادي فات او نسبه دهون. لو جيت في يوم مثلا من الايام لقيت نفسك بدل ما تاكل 2000 سعر حراري كلت شويه زياده، زودت شويه، ما تعاقبش نفسك بقى وتقول خلاص انا فشلت وما اعرفش ايه، مفيش مشكله. فلو جيت النهارده زودت مثلا 500 سعر، كلت وجبه، فوت وجبه بكره، اليوم اللي بعده كمل، واليوم اللي بعده كمل، بحيث ان انت في نهايه الاسبوع توصل للمايلستون بتاعك. فحط في دماغك فكره ان انت لو جيت مثلا المفروض تذاكر النهارده 3 ساعات 4 ساعات، ذاكرت مثلا ساعه مش مشكله عادي هتعوض، ولكن في نهايه الاسبوع انت المفروض تكمل مثلا 14 ساعه مذاكره في الماده الفلانيه. وفي حاله لو انت قدرت ان انت تكمل المايلستون الاسبوعيه، ادي لنفسك حاجه بتحبها، العب مثلا بلاي ستيشن، اتفرج على فيلم بتحبه، روح السينما، كل تشيت ميل مثلا لو انت عامل دايت. فادي لنفسك دايما ريورد عشان تقدر تكمل. فالخطوه الثانيه ان انت تقسم الهدف الكبير ده لمايلستونز او اهداف صغيره، وتبدا تهت المايلستونز الصغيره دي كل يوم وكل اسبوع وكل شهر وكل سنه. ده اللي انا كنت بعمله لما كنت بحاول ان انا اغير مجال. ما كنتش مثلا بقول ان انا عايز اشتغل تيم ليدر مثلا سوفت وير ديفلوبر في جوجل مثلا، لا انا كنت بقول انا المفروض اذاكر النهارده 4 ساعات، على مدار الاسبوع مثلا المفروض اذاكر 24 ساعه، على مدار الشهر المفروض اخلص الشابتر الفلاني، في نهايه الشهر مثلا المفروض ان انا اخلص جزء معين عشان ابلاي على الاكزام مثلا بتاع سيرتيفيكت فلانيه، فبعد 3 شهور المفروض ان انا اخد التايتل اللي هي مجموعه سيرتيفيكتس مثلا. فانا عندي مايلستونز حاططها قدامي، وكل يوم بهت المايلستون، وخلال الاسبوع ببقى عارف انا هيت ايه، وخلال الشهر وخلال مش عارف ايه، لحد ما اوصل ان انا ابقى معايا السيرتيفيكت كلها، فان انا ابلاي على ان انا ابقى جونيور. بعد كده 3 سنين
سنين في مايلستون تانية ان انا اوصل سينيور، وبعد 4 سنين اوصل تيم ليدر. ولكن انا لو حطيت في دماغي تيم ليدر على طول هيجي لي احباط. الخطوه اللي بعد كده انت لازم تحط تايم فريم او تحط وقت انت هتهت فيه الجولز دي. لو سبت الموضوع عايم انت مش هتوصل لحاجه، هتتدلع. لو قلت مثلا انا هعمل ديفيسيت مثلا يوميا 200 سعر حراري وبعدين في خلال اسبوع كذا وخلاص، طب وبعدين هتفضل ماشي عليهم، وبعدين انت المفروض توصل ايه بقى في الاخر؟ يعني المفروض توصل للسكس ابس دي في خلال قد ايه؟ فدي لنفسك تايم فريم. المفروض توصل لوزن معين ده في خلال قد ايه؟ على سبيل المثال انا لما كنت مثلا بحاول ان انا اغير مجال، انا عايز اوصل للسيرتيفيكت دي امتى؟ انا عايز اكون مخلص كل السيرتيفيكتس واخد السيرتيفيكت الكبير عشان اقدم على شغل امتى؟ انا على سبيل المثال لما خلصت كليه وحاولت ان انا اغير مجال، حطيت لنفسي تايم فريم 6 شهور. في خلال ال6 شهور انا لازم اكون مخلص كل حاجه علشان اقدم على شغل بتايتل جديد، واحط كل تركيزي على ان انا اوصل للهدف ده. لازم تحط تايم فريم وتبقى عنيف جدا في الاهداف بتاعتك، تبقى انت بتعمل حاجه كل يوم. مهما حصل انا لازم اذاكر 3 ساعات، مهما حصل انا لازم اروح الجيم، مهما حصل انا لازم اذاكر للوظيفه الثانيه اللي انا عايز اشتغلها. حد جه قال لك مثلا يلا نخرج، لا هي لا خلاص مش عاجبك اتفرق. المرحله بقى اللي انا كنت فيها او اللي انا بنصح الناس انها تعملها اللي هي مرحله المونك مود. ممكن تكون ناس سمعت عنها او شافتها في الفيديوهات بتاعت يوتيوب وكده. المونك مود هو ان انت بتحط تايم فريم او تحط وقت معين، انت بتركز وبتعمل كل اللي عليك ان انت توصل للهدف ده خلال المده دي او خلال التايم فريم دي. فبتقول مثلا انا في خلال 6 شهور انا مثلا هدخل بطوله معينه، فبتبقى في مونك مود او وضع الراهب زي ما بيقولوا. بتخش بقى بكل طاقتك، ما بتعملش حاجه غير ان انت مثلا بتذاكر، او ما بتعملش حاجه غير ان انت تاكل وتتمرن وتنام. في ناس بيبقى عندها بروتوكولات في الموضوع دي. في ناس بتقول لك مثلا انا بقطع التدخين، انا مثلا بقطع كافيين مثلا، ما اعرفش ايه. بس انا شايف لو انت مثلا بتدخن مع انها عاده سيئه، بس التدخين ده هيساعدك ان انت توصل للهدف اللي انت عايزه، ما تصعبش الموضوع على نفسك وتروح تقطع تدخين، يبقى انت بتعمل حاجتين مع بعض. في ناس بتدخل اجريسيف قوي في موضوع المونك مود، يعني يقول لك انا لا هدخن ولا هشرب كافيين ولا مش عارف. لو انا مثلا كنت قطعت كافيين في الفتره اللي انا كنت بحاول ان انا اغير مجال فيها، مستحيل كنت اعرف اوصل اللي انا وصلت له في خلال 6 شهور. يعني هيبقى الموضوع صعب، فانت بتصعب الموضوع عليك. فالمونك مود مش معنى كده ان انت تبقى صح 100% وتعمل بقى تقطع كافيين وتقطع سجاير ومش عارف ايه. لا، انت خليك ديسيبلين وضيف اي حاجه هتساعدك على ان انت توصل للهدف ده. الجيم مثلا على سبيل المثال هيساعدك لا محاله في ان انت توصل لاي هدف. في حاجات كومون كده هتساعدك على ان انت توصل لاي هدف، زي الجيم، زي ان انت تاكل اكل نظيف. الحاجات دي كلها هتساعدك على ان انت توصل للهدف اللي انت عايزه. في حاجه اساسيه برضو لما بتمنحها هتساعدك على ان انت توصل لاي هدف انت عايزه، وهو ان انت تقلل من استهلاك للسوشيال ميديا. كان عندي مشكله ان انا كنت بتلهي بالتليفون كتير، كنت بلعب على الانستجرام في وقت انا كنت بذاكر فيه مثلا، فكان الموضوع ده بيضيع عليا وقت. من ضمن الحاجات بتاعه المونك مود انا بحط تايمر في الانستجرام، بقول مثلا ان انا استهلاكي اقصاه ساعه مثلا في اليوم سكرولنج على الانستجرام. بس كنت بقول مثلا انا هذاكر ساعه وبعد كده اسكرول او العب على الانستجرام مثلا ربع ساعه، وكنت بعمل كده. ما كنتش بقطع الموضوع 100% علشان عارف ان الموضوع هيبقى صعب وهبقى قاعد بفرك عايز ان انا العب في الموبايل. فموضوع تقليل الكونسامشن او استهلاك السوشيال ميديا هيساعدك لا محاله ان انت تركز في اللي انت بتعمله. فحاول تقلل السوشيال ميديا لو قدرت ان انت تقفل خالص السوشيال ميديا. يعني انا جيت في مرحله معينه قفلت فيسبوك وانستجرام خالص لان انا كان عندي امتحان. مرحله المونك مود اعرف انها مش مرحله هتفضل فيها طول عمرك، لا هي مرحله 6 شهور. انت بتبقى حاطط حاجات معينه المفروض توصل لها، فلازم تحط كل طاقتك ان انت توصل لها، عشان صدقني هتحترم نفسك بعد كده وهتلاقي نفسك ان انت خلاص هيبقى الموضوع معاك عادي، فتقدر ان انت تحقق اي حاجه تانية لان انت حققت حاجه قبل كده، اثبتت لنفسك ان انت تحقق حاجه قبل كده. بس فهو ده موضوع المونك مود. دي الحاجات اللي انا انصح اي حد عايز يغير فعلا حياته وعنده احساس بالفشل ان هو يعملها. انت لازم تعمل حاجه زي ما قلنا، يعني مفيش حد هيساعدك، مفيش حد هيجي يقول لك خد 100,000 دولار، انت شكلك متضايق خد 100,000 دولار، مش هتحصل. انت لازم تعمل حاجه خلال المرحله بتاعه التغيير وخلال المرحله اللي انت بتحاول فيها ان انت تبقى انسان افضل او ان انت تبقى كويس. اعرف ان انت هتمر بعقبات كتيره والموضوع مش هيشتغل معاك على طول، المكنه مش هتطلع قماش على طول، هتلاقي في عندك خوازيق، هتلاقي في عندك اوقات ان انت مش عارف توصل فيها للهدف بتاعك، تلاقي نفسك مفيش حاجه بتشتغل معاك، يعني بتذاكر وعمال تسقط، بتتمرن وبتعمل دايت وجسمك ما بينزلش، شكل جسمك ما بيتغيرش. فهنا بقى يجي الفرق ما بين الشخص اللي بيوصل او الناجح والشخص الفاشل، وهو ان الشخص الناجح بيكمل لما المكنه ما بتطلعش قماش، الفاشل ما بيكملش، مع ان الاثنين بداوا مع بعض والاثنين ليهم نفس الاند جول او ليهم نفس الهدف، بس اللي بيكمل في مرحله ان الحاجه مش شغاله هو اللي بيوصل في الاخر. اكمل يا صديقي مهما كانت العقبات عشان في الاخر هتوصل. انا كمان عندي اند جولز والمكنه ما بتطلعش قماش حاليا خالص، بس هفضل مكمل وهفضل ماشي ورا الهدف بتاعي لحد ما اوصل، وعارف ان انا هوصل وانت كمان هتوصل، بس خليك مكمل.